تماما 10 مساء أينما كنتم سيداتي سادتي، نحييكم من تلفزيون دولة إريتريا ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء يرافقكم فيها عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بالأهم والأبرز. فخامة الرئيس يضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري بالطوالت. الحفل الرسمي بالذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية. إصابة مواطنان 2 بفيروس كورونا. روسيا وبيلاروس تختبران قاذف الصواريخ خلال تدريبات عسكرية. فنزويلا تعتقل عشرات من الإرهابيين في منطقة حدودية مع كولومبيا. ودعوات لإنقاذ الكوكب في ختام قمة المحيط الأحمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. وضع فخامة الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم السبت 12 من فبراير أكاليل الزهور في النصب التذكاري بطوالوت بمناسبة الذكرى 32 لعملية فنقل المجيدة. وحضر المناسبة كبار المسؤولين من الوزراء وقادة الجيش ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والسكان والزوار. وتتواصل فعاليات الاحتفال بالذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية التي تضم أنشطة رياضية وثقافية وغيرها من البرامج التي تليق بالمناسبة تحت شعار فنقل رمز بطولات الأجيال، وذلك حتى 13 من فبراير الجاري. يذكر أن سباق نصف ماراثون شرق أفريقيا المنظم بمناسبة ذكرى عملية فنقل المجيدة كان قد أقيم يوم أمس الجمعة، وقد حقق فيه العداون الإريتريون في الفئتين الذكور والإناث انتصارات باهرة في نصف الماراثون الذي شارك فيه عداؤون من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا. شهدت مدينة مصوع عصر اليوم السبت 12 من فبراير الحفل الرسمي للذكرى 32 لعملية فنقل المجيدة تحت شعار فنقل رمز بطولات الأجيال. وأحيت الحفل الذي نقل على الهواء مباشرة عبر الفضائية الإريترية فرقة أوكان التابعة للقوات البحرية، وقد اشتمل الحفل على أغاني حديثة وقديمة وقصائد شعرية ودراما موسيقية عكست عملية فنقل الإعجازية وتصدي الشعب الإريتري. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت عبرها في الكلمة التي ألقتها أن عملية فنقل بشرت بنور الحرية وفتحت آفاق جديدة، وظلت رمزا لتصدي الشعب الإريتري ويحتفل بها بأسلوب يتوارث ويذكر عبر الأجيال المتعاقبة ويليق بمكانتها المجيدة. من جهتها ذكرت رئيسة لجنة الاحتفالات الوطنية بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر أن برامج الذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية نفذت وضعا في الاعتبار التعليمات الصادرة لمكافحة كوفيد-19، واشتملت على فعاليات رياضية وثقافية وسيمينارات تتوارث موجهة على الشباب، وأشادت بكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح البرامج. افتتح قائد هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولدا يوهانس اليوم في مدينة مصوع معرضا للصور بمناسبة الذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية. وتشتمل العروض الفوتوغرافية على صور تبرز عملية فنقل المجيدة والمعجزات التي شهدتها العملية، إضافة إلى الحياة المعيشية للمواطنين في إقليم شمال البحر الأحمر والأنشطة الزراعية وكذلك الثروات البحرية والثروات السياحية الكامنة. وتتواصل العروض مفتوحة حتى يوم غد الأحد 13 من فبراير. قيم فرع الصحة بالإقليم الأوسط في 10 و11 من فبراير الجاري بقاعة امباسادور هوتيل البرامج المنفذة خلال عام 2021. وأوضحت التقارير المقدمة في مناسبة التقييم أن نسبة التطعيم الأمهات والأطفال بلغت نسبة 99.4%، وانخفاض مرض الملاريا إلى نسبة 0.05%،
وتنفيذ 97% من مناطق الإقليم برامج الإصحاح البيئي الأهلي، إلا أن نسبة الاستفادة لا زالت تبلغ 69%. وذكر مسؤول فرع الصحة في الإقليم الدكتور ملقيتا هايلة في الاجتماع التقييمي الذي حضرته وزيرة الصحة أمينة نور حسين ومسؤولو منظمات الأمم المتحدة في إريتريا تقديم دورات تأهيلية للمدربين بالنزول إلى مستوى القرى والمناطق، باعتبار أن الخدمات الصحية تمنح أولى الأولويات وتجري جهودا لتوسيعتها وتطويرها، إضافة إلى تصحيح بعض النواقص والقصور الظاهرة نادرا. من جهته ذكر المدير العام لقسم الصحة العامة الدكتور عند برهان تسفاتين أن الإنجازات المحققة نتاجا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، مذكرا التعامل بحذر منسق للحد من جائحة كوفيد-19، وموضحا في الوقت ذاته استمرارية الجهود لحل المشاكل الظاهرة. بدوره شدد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد جبرهانس والدقرقش بأهمية الجهود المنسقة لكافة المؤسسات الصحية لتأمين تطور ونماء الخدمات الصحية خلال هذا العام. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت إصابة واحدة في مركز الفحص بالإقليم الأوسط وهي من منطقة إمبادورهو، ومثلها إصابة واحدة من مركز الفحص في عرزة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 5 مرضى كورونا من الإقليم الأوسط، فيما توفي رجل يبلغ من العمر 75 عاما من إقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9664، شفي منهم 9466 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 95 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 12 من فبراير 2022. فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لتدريبات عسكرية مشتركة بين جيشها وجيش بيلاروس جرت في ساحة تدريب أوسبيفيتشكي الروسية. وقامت راجمات الصواريخ من الجيشين بإطلاق مقذوفات نارية في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في المنطقة، حيث يخشى الغرب غزو روسيا لأوكرانيا. وتدخل هذه التدريبات التي تجري في بيلاروس عند حدود الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وأعلن عنها الشهر الماضي في إطار ما أسمته موسكو بمناورات على الجهوزية القتالية. هذا وباشرت روسيا خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، مؤكدة أنها تخشى استفزازات من الجانب السلطات الأوكرانية أو بلد آخر، وسط تحذيرات متصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها. من جهتها حضت أوكرانيا مواطنيها على عدم التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزوها. ويأتي هذا النداء قضاء دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مواطنيها إلى مقاطعة أوكرانيا فورا بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف الجمهورية السوفيتية السابقة. اعتقل الجيش في فنزويلا 35 إرهابيا نهاية الأسبوع قرب منطقة حدودية مع كولومبيا تشهد توترا. وتستنكر بوغوتا والمعارضة الفنزويلية وجود مقاتلي حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك والجيش التحرير الوطني متهمة كاراكاس بالتعمية أو بالتواطؤ، الأمر الذي تنفيه السلطة. ونشر قائد عمليات الجيش الفنزويلي دومينيغو هرنانديز صورا عدة تظهر فيها العمليات العسكرية في آبوري في الأيام الأخيرة. وكانت آبوري مسرحا في مارس الماضي لاقتتال بين الجيش الفنزويلي والجماعات المسلحة الكولومبية أسفر عن مقتل 16 شخصا في صفوف الجيش بحسب الحصيلة الرسمية التي لا ترد فيها الخسائر في صفوف العدو. قدم نحو 30 من قادة الدول والحكومات
الجمعة في فرنسا عهودا بالعمل على حماية أفضل للمحيطات الغنية بالتنوع الحيوي وضرورة لضبط المناخ من خلال الاعتناء بأعالي البحار ومكافحة غزو المواد البلاستيكية. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في ختام القمة في مدينة بريست الساحلية الواقعة في شمال غرب فرنسا أن التعبئة سمحت بتكريس التزامات كثيرة وتحالفات جديدة تضم أطرافا من القطاعين الخاص والعام والدول. وقطع المسؤولون السياسيون الذين تعاقبوا على الكلمة خلال قمة بريست إن حضوريا أو افتراضيا التزامات على صعيد ملفات عدة من بينها المضي قدما باتجاه التوصل إلى معاهدات دولية لحماية أعالي البحار ومكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية. وفي تطور رئيسي أعلنت فون دير لاين من بريست إطلاق تحالف يضم دول الاتحاد الأوروبي 27 و13 دولة أخرى لإبرام معاهدة طموحة تهدف إلى حماية أعالي البحار التي لا تخضع لسيادة أي دولة. قالت الشرطة أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا خلال مداهمة نفذت فجرا في منطقة فيلا كوريزيرو فافيلا في ريو دي جانيرو البرازيل، مضيفة أن العملية استهدفت أحد كبار تجار المخدرات. وقالت الشرطة أن القتلى 8 من بين أفراد عصابة لتهريب المخدرات. وتسبب إطلاق النار خلال المداهمة في عدم تمكن سكان فيلا كوريزيرو من مغادرة مساكنهم، وأغلقت المنشآت الصحية والمدارس القريبة أبوابها خلال تبادل إطلاق النار. وأكدت الشرطة البرازيلية مقتل 8 أشخاص على الأقل في مدينة ريو دي جانيرو لدى استهدافها تاجر مخدرات كبير. المحطة الأخيرة ستكون تذكير بأهم العناوين. فخامة الرئيس يضع أكاليل الزهور في نصب التذكاري بطوالوت. الاحتفال الرسمي بالذكرى 32 لعملية فنقل المجيدة. إصابة مواطنين 2 في فيروس كورونا اليوم السبت. روسيا وبيلاروس تختبران قاذفات الصواريخ خلال تدريبات عسكرية. فنزويلا تعتقل العشرات من الإرهابيين في منطقة حدودية مع كولومبيا. وأخيرا دعوات لإنقاذ الكوكب في ختام قمة محيط واحد. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء أتقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.